اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة إن شاء الله هعمل كب كيك سهل وسريع بحشوة المربى، من أسهل طرق تحضير الكب كيك. مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل بيت، ب2 بيضة بس. هعمل الكمية الحلوة دي، بس ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو بنزله. وتعالوا نسمي الله ونشوف الكب كيك الحلو ده هنعمله ازاي. لعمل الكب كيك هحتاج كوباية كبيرة دقيق، 2 بيضة، كيس فانيليا، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، ربع كوباية لبن، علبة زبادي صغيرة 125 جرام، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح. في البداية هشغل الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. في بولة هضرب البيض مع الفانيليا والسكر بالمضرب اليدوي، وبعدين هضيف الزبادي واللبن والزيت وهضربهم مع بعض كويس جدا. هضيف على الدقيق البيكنج باودر ورشة الملح، وهنخلهم على خليط المواد السائلة وهضربهم مع بعض لحد لما يختفي الدقيق. وانا بحب اصب خليط الكب كيك في دورق علشان يسهل عليا وانا بصبه في القوالب. هجهز صينية الكب كيك وهحط فيها الاوراق بتاعة الكب، وهصب خليط الكب كيك في كل واحدة لبعد النص بشوية، يعني الربع الاخير بيكون فاضي. وهخبط الصينية خبطتين، وهضيف في كل واحدة معلقة صغيرة من مربى الفراولة. ولو عندك اي نوع مكسرات مجروشة عايزة تضيفيها على الوش براحتك. انا هضيف رشة بسيطة من اللوز المجروش. وهتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة. ودي شكلها بعد التسوية، زي ما انتوا شايفين حلوة قد ايه. بمقادير بسيطة وسهلة جدا، ب2 بيضة وكوباية دقيق عملت الكمية الحلوة دي، والمربى فيها تحفة وهشة وطرية في منتهى الجمال. يلا قوم اعمليها وفرحي ولادك
ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش باللايك والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.